تعالوا ويانا اليوم حتى نتعرف على السيارة الأكثر أماناً بالعالم من تصميم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي. كثير من الدول العربية حاولوا يصنعون سيارات تكون خاصة بهم وصناعة محلية بالكامل، ومن ضمن هاي الدول الجمهورية الليبية. تعالوا ويانا اليوم حتى نتعرف على السيارة الأكثر أماناً بالعالم من تصميم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، صاروخ الجماهيرية. تم تصميم السيارة عام 1999 بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الليبية بطلب من معمر القذافي وفق مواصفات معينة أرادها، واشترط أن تكون المواد المستخدمة بها من الأصل الليبي فقط. وتم تطوير السيارة من قبل الشركة الإيطالية تيسكو تي اس، وسموها صاروخ الجماهيرية نسبة لشكلها اللي يشبه الصاروخ. وتم إنتاج أول سيارة عام 2009، وأضافوا لها قطع غيار من أجل امتصاص الصدمات، وبمقاعد تكفي ل5 ركاب، وزجاج نوافذ معتم عاكس للضوء. طولها 17 قدم، تعمل بمحرك 6 سلندر سعة 3 لتر، وتولد قوة قدرها 230 حصان. يقال أن المحرك انطى تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر ساعة في 7 ثواني بس. السيارة مزودة بنظام دفاع كهربائي متكامل، إطارات خاصة تمكنها من السير لأميال حتى مع وجود إطار تالف، حتى تتناسب مع البيئة الصحراوية القاسية في ليبيا. وكان معمر القذافي ينوي بناء مصنع مخصص لإنتاج هاي السيارة بالتعاون مع شركات السيارات الإيطالية، وحتى تطرح بالأسواق الليبية. لكن المشروع توقف، وحتى يومنا هذا تواجد النموذج الأولي للسيارة بعد الحرب الأهلية الليبية. إذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى نوافيكم بفيديوهات أكثر، وإذا حابين نحكي عن سيارة معينة اكتبوا لنا بالتعليقات.